السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. طبقنا لنهار اليوم طبق البركوكس، معروف جدا في الجزائر، يعني شمال شرق غرب جنوب كلهم يعرفوا البركوكس، ولكن حنقدمه بطريقتي كذلك للمبتدئات وبكل التفاصيل هكذا باش يقعد يعني موروث تاعنا، طبق تقليدي يقعد على مر الزمان ومر السنين، يعني كامل يعرفوه ويقعد يعني الأجيال اللي بعدنا. ونقول للمبتدئات يتابعوني للآخر ونبدأ مباشرة في التحضير. راح نحتاج لهذه الوصفة الدجاج ولا اللحم، واش عندك، حميصة، توابل، خضر، توابل عندنا شوية فلفل عكري، شوية راس الحانوت، وشوية ملح وشوية زنجبيل او كركم، ولا حبيتو تزيدوا شويه كركم تاني مليح، حبه بصل كبيره قطعتها رقيقه، وكذلك يعني البركوكس هكذا المفتول. انا حبيت البركوكس يعني كما قلت تقليدي المفتول باليد، هاوليك مفتول باليد ويابس يعني ناشف، حبات يعني كان متوسطين وكان اللي تحبوهم كبار. هكذا نبدا عندي الدجاج تاعي، هكذا درت له شويه زيت وحنقليه، ندير له الوجه الاحمر، يعني نحمر له الوجه تاع الدجاج تاعنا هكذا في شويه زيت فقط، ما ندير والو، نخليه يطيب على الجهه ونزيد نقلبوه الجهه الثانيه. من بعد ذلك راح نضيف الحبه بصل كما قلت لك وتقطعتها رقيقه مع شويه تاع الحميصه كذلك. هاوليك الدجاج كيفاش خدا اللون الذهبي، هكذا نخلطهم كذلك، نخلي البصل تاعنا يدبال مليح، نغطيه ونخلي البصل يدبال بلا ما نزيد حتى حاجه، هكذا على نار قليله فقط، يعني ما نزيدش الفرن تاعي، نغطيه ونخليه غاب شويه. يعني بعد مرور شويه وقت هكذا 5 دقائق الى 10 دقائق حنزيد التوابل كما قلت كامل اللي قلتهم سابقا، شويه عكري، شويه راس الحانوت، شويه فلفل كحل، وشويه ملح، وشويه زنجبيل هكذا، واذا امكن يعني شويه تاع الكركم والكزبر، يعني الكزبر يعني يجي مليح في هذه الوصفه. هكذا نحمصهم مليح ونقليهم يعني بيان هكذا، ونخلطهم حتى يذوب كامل البصل هكذا، والدجاج تاعنا كما قلت خدا اللون ديالو الذهبي. دركا هاوليك راح نزيد نمرق، يعني قسم يطيب الدجاج، يعني ما نمرقش حتى للفوق، غير قسم يطيب الدجاج ديالنا فقط، نغطي عليه ونخليه يطيب. ونحن الخضر تاعي هايليك كذلك نضيفها عليه حتى تاني طيب كذلك الخضر. عندنا كما قلت حبه قرعه، حبه بطاطا، زوج حبات سروديه ولا وحبيبات تاع اللفت، الخضر كيما انت واش حبيتي ديري. هنا بعد لي طابت الخضر، هنا راني طابت ونحيتها ونشفت القدره تاعي من الماء، ضفت ملعقه تاع اكل تاع الطماطم المصبره. كما قلت الخضر راني نحيتها يعني طابت ونحيتها، ما حبيتش نطول في الفيديو فقط. هكذا راح نخلي الطماطم تاعي المصبره طيب باش ما تجيش قارصه. هنا بعد لي طابت يعني الطماطم تاعي والخضر تاعي ما كاش لداخل، راني نحيتها من جهه على جهه، راح نمرق. هاوليك نمرق على حساب البركوكس الكميه اللي حنديرها، يعني عينك هي ميزان كما نقولوا، درتي رطل، درتي نص رطل، درتي كيلو، على حساب واش درتي، يعني ما تكتريش وشوفي، ولا حبيتي تزيدي، كان ديجا اللي يحبوا يجي سايل وكان اللي يحبوا يجي يعني ناشف. هكذا نفرغوا كامل على مره كما قلت، بعد لي يغلي الماء نخلطوا في الاول هكذا شويه، ما نخليش يعني على بعضاه، ونغطي عليه ونخليه يطيب شويه هكذا. هاوليك هنايا نغطي عليه كما قلت يعني، والبركوكس يعني ما ياخذش مده طويله في الطياب. هاوليك غلا وراه قريب يطيب يعني. نضيف عليه بقات له واحد دقائق فقط باش يطيب، نضيف هذاك الخضر اللي رحيتها هاي ليك، زيد الطيب مع البركوكس تاعنا، تغلي واحد 5 دقائق الى 10 دقائق مع بعضها، كمل طياب تاعو البركوكس ونطفي عليه. البركوكس نعطيكم ملاحظه، طفيو عليه هو مازالو بالمرقه باسكو راح يزيد ينشف، قد ما يقعد المده تاعو يزيد ينشف. هنا طفيت عليه وزدت له شويه تاع الحشيش من الفوق، وراح نخليه يزيد ينشف شويه 10 دقائق، يزيد ينشف شويه يكمل طيابه، يعني هو طافي راح يكمل طيابه. واللي يحبوا يقعد بالمرقه يعني يقدموه مباشره. هاوليك يعني تقدري تذوقيه، الا كان حبيتيه تشوفيه ولا طاب ولا مازال، حبيتي تزيدي له شويه مرقه يعني زيدي شويه ماء،
وإلا كان جاك سوسوة خلاص هاولي كيفاش يجي الشباب. الخضر الثاني ما تجيش يعني باينه، يعني واحد ما حشي من الاطفال كذلك ولا اللي ما يحبش زروديه واللافت والخضر يعني ما يقعدش ينحي فيها هكذا، مش حتبان وتستغلوا يعني الفوائد تاعها كامل ياكلوها الاطفال. هاو ديك الحبات جاو شابين جابنين بزاف، القوام تاعهم ما جا خفيف ما جا يعني ناشف بزاف، جا ما شاء الله. هكذا بصحتكم وبصحة الجميع يعني اللي جربوا. وما بقى لي غنقول لكم كذلك دائما ادعموني باللايك والاشتراك في القناة، ونقول لكم بالصحة والعافية وفي رعاية الله تعالى وحفظه. وكذلك يعني حبيت نقول لكم باللي مليح يعني في للبرد، يعني واحد كيكون مريض يعني لا غريب ولا يعني مليح يعني واحد ياكل حاجة سخونة هكذا كما نقولوا تدفي له عظيماته. يعني ما نجهلوش هذه الوصفة انها تقليدية ومليحة يعني تاع الامهات تاعنا وجداتنا، يعني ما نساوهاش وتقعد ان شاء الله حاضرة في طاولاتنا، والاولاد كذلك يحبوها باذن الله كامل حين ياكلوها. ونقول لكم بصحتكم وبصحة الجميع في رعاية الله تعالى وحفظه. نعاود ننبه البنات يعني هذا الطبق ما يتحضرش يعني مدة طويلة من قبل، يعني بعد ما تحضريه يعني ياكلوه مباشرة ما تخليش ينشف بزاف.